لأهلنا في الضفة والقدس وجنين ونابلس وال48، أكيد كلكم متذكرين لما كان يكون من طرفكم أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مضرب عن الطعام، يكون 50 يوم 60 يوم 80 يوم نقوم الدنيا وما نقعدهاش. احنا في قطاع غزة وانا متذكر كويس هذا الكلام، لان انا كنت كمحمد متضامن قلبا وقالبا في كل الاحداث اللي كانت بتصير. اليوم احنا 2 مليون، احنا كنا نقوم الدنيا على واحد اسير مضرب. اليوم 2 مليون بني ادم مضربين مش بارادتنا، غصب عنا. فعشان خاطر الله بستحلفكم بالله العلي العظيم، احنا مش قادرين نتكلم اكتر من هيك، بدناش نقل قيمتنا اكتر من هيك. استحلفكم بالله العلي العظيم اللي طالبينه منكم بس توصلوا صوتنا، دعم اعلامي، مش عشاننا احنا كرجال، مش عشاننا والله، بس عشان اطفالنا. انا كمحمد واولادي بيقولوا لي يابا بدنا رغيف خبز، مش قادر ادبر رغيف خبز. استحلفكم بالله العلي العظيم توصلوا صوتنا لكل العالم، بحياة الله بنترجاكم. والله بنعيش مجاعة حقيقية، رغيف الخبز مش لاقيينه، المجاعة بتضرب قاعدة في غزة بكل قوة. وصلوا صوتنا وبس، مش هاخد مصاري من المشاهدات ولا هم المشاهدات، بدنا هذه المجاعة تنتهي. استحلفك بالله العلي العظيم ما تقلب عن هذا الفيديو الا توصل صوتنا لكل العالم. واحنا كأهل غزة مش هيك، وحسبي الله ونعم الوكيل.